عفوا. رجعنا تاني. كنا بنقول ان احمد الكاس كسب. طبعا الاعلام كله طالع يقول لك السوبر، الاهلي هيلعب بكره والزمالك هيلعب بكره وده عادي يعني. انا مش بصراحه مش هتكلم في النقط دي، لان انا زهقت من موضوع الاهلي والزمالك، لان جاب اخر يعني الواحد جاب اخره بصراحه في النقطه دي. هرجع تاني لاحمد الكاس. منتخب احمد الكاس احنا مش عارفين يعني ما فيهمش ابناء عاملين يعني. حمزه عبد الكريم، بلال عطيه، الواحد ابتدى يحفظ اسمائهم والله. مصطفى الزغبي امبارح ما كانش موفق، او محمد الزغبي حاجه كده ما كانش موفق، ربنا يكرمه. ولسه هنعرف الاسماء اللي جايه يعني. الولد الباك الشمال. فانا بس عايز اقول حاجه للاهلي وللزمالك، ما انتوا عندكم ناشئين اهو يا جدعان، وفي ناشئين يعني في ناشئين والله. ولاد بتلعب كوره كويس في ملعب كبير، مش ملعب خماسي ولا سباعي، ملعب 11. ويعني بنلعب كويس جدا يعني. الاهلي عنده مشكله في الهجوم، ما انت عندك حمزه عبد الكريم ما شاء الله ولد كويس جدا ما شاء الله يعني. عندك مشكله في الباك الشمال، ما انت عندك، ما تدي يا عم، ما تدي الفرص دي. الزمالك نفس الامر، ما تدوا يا جماعه. يا جماعه نتقي الله. يمين يمال، سوري يعني الطفل، نجم في اسبانيا ونجم في برشلونه وهو لسه عيل عنده 18 سنه. اردا جولر، الطفل، نجم في ريال مدريد ونجم في تركيا. فيعني يا جماعه في ايه؟ من امتى هنفضل نقول ده ابن فلان وابن علان؟ الكرة مش كده والله. الكرة مش كده، هو كويس يلعب، هو مش كويس ما يلعبش، بس خلاص. فانا كنت حابب بس اتكلم في النقط ديت. انا لا هتكلم في اهلي ولا في زمالك، لان بصراحه هما الفرقتين اصلا يزهقوا ويخنقوا. وربنا يكون في عوننا احنا واحنا بنتفرج على الماتشات، والحمد لله ان بكره الماتشات الساعه 3 و5 هنبقى في اشغالنا، فمش فاضيين لهم. اللي يكسب يكسب. يوم الاحد ان شاء الله نبقى نشوف فاضيين مش فاضيين مش هيتفرج برضه، لان هي كلها على قلب بعضها محصله بعضها. فصباح الفل. سلام.